ظاهرة العنف في المدارس تتكرر مرة أخرى، والنموذج هذه المرة من العاصمة، وبالضبط من متوسطة يوغرتا ببرج الكيفان، أين تعرض حارس المتوسطة إلى اعتداء خطير داخل الحرم المدرسي من طرف الشقيق الأكبر لأحد التلاميذ، بعدما منعت والدة الأخير من الدخول بسبب عدم قدومها في أوقات الاستقبال. قصدي إنه المشوار تاعي قصدي فمي قصدي إني فيه وسلكوني معلمين سلكوني تحت يعني الدم هم وليداتي عندك وليداتي ويبكوا وليداتي أقرب بلادنا. 60 فيايا جات باش تستقبل الأستاذ ماشي المومون باش يستقبلوا قالها قعدي صبري حتى ال10 ميم لي بارون ديلاف جاوني الصباح لهنا للدار هما قالوا لي قالها ماشي دروك حتى ل10 مدام وبيان حتى ل12 باسكو ماشي دائما تستقبلوا الاساتذه. دفعته ودخلت هام ليك حوايجو كيفاش راهم هام غير دمومات حوايجو. المعلمون كما الأولياء كلهم صوت واحد تنديدا بمثل هذه التصرفات المشينة، مشددين على ضرورة توفير الحماية داخل وخارج المؤسسات التربوية. الولد تاعي البارحة خرج من المؤسسة دي من المدرسة ضربوه بحجرة ما على بالوش شكون يضربوه. خطورة يدرك جدا حجمها عمال المؤسسات وأولياء التلاميذ الذين تبقى آمالهم قائمة في توفير مناخ أفضل للتمدرس.